والله ترجمة أو الاستفادة من هذا الواقع الجديد يعني ما صعب وسهل. ويعني حتى الوزراء الموجودين الآن اللي هم أدائهم الكل مقر بأنه أداء ضعيف وسيء وإلى آخره. يعني مشكلة، ولكن في مشكلة أكبر منها. أن هذه المشكلة الأكبر إذا ما حلت، يعني إذا جبنا وزراء ذات كفاءة عالية أو متدنية يعني لا يعني شيء. ألا وهو هذا المجلس العسكري، العدو الأكبر رقم واحد لجمهورية السودان وللشعب السوداني وللثورة، المجلس العسكري. والبرهان يريد أن يكرر نفس التجربة بتاع عمر البشير. عمر البشير كان عشان يفدي نفسه من الجنائية الدولية بدأ اختطف السودان كله دولة وعملوا درجة وجنة لكي لا يذهب إلى الجنائية الدولية، إلى أن سقط لأنه منهج خاطئ. ورغم أنه هذا المنهج خاطئ والكل علم أنه منهج خاطئ، الآن نفس الشيء البرهان، المجلس العسكري بصفة عامة والبرهان يريد أن يكرر نفس التجربة. وطبعا هو متهم في قضية فض الاعتصام، ومتهم رقم واحد. وإذا كان هو أمر بذلك أو لم يأمر هو متهم. إذا أمر دي مصيبة، وإذا لم يأمر فهو كان على رأس الدولة وأعلى سلطة موجودة لما ارتكبت هذه المجزرة. ولذلك داير يفدي نفسه من المحاسبة في هذه القضية برضه باختطاف السودان واختطاف الثورة. فيجب منعه ويجب منع المجلس العسكري من هذا الكلام. لكن أستاذ، كيف يعني أنت تفصل بين هذه المشهد وفي كثير من الأشياء يتحدث رئيس الوزراء عن أنه الشراكة مثمرة، وفي آخر مؤتمر صحفي تحدث عن أنه نريد أن نقدم نموذج سوداني بهذا الشراكة، بهذا الذي توصلنا إليه، مع تأكيده على أن الخلافات تحدث. أعتقد أنه المشهد هل يتحمل إقصاء طرف، سواء كان مكون عسكري أو مكون مدني أو شركاء السلام، والآن هم في الطريق لتكوين مجلس شركاء. أولا يعني يجب قراءة تصريحات حمدوك كلها مع بعض، يعني لا تبترها. يعني يجب أن نقرأ تصريحات حمدوك عندما قال أنا أستولي على 18% فقط من ميزانية السودان أو صحيح أموال السودان، و18 والباقي بيد المجلس العسكري والشركات الأمنية، الشركات التابعة للأمن والتابعة للقوات المسلحة. ويجب برضو عندما دخل في اختلاف مع البرهان في كذا مرة ويعني ذكر يعني نقاط الاختلاف، ويجب برضو أن نتذكر ماذا قال لما اختلف مع الكباشي، وقال هذا ضيق أفق بالحرف الواحد أنا أتذكره. يعني فيجب أن الجوانب السلبية دي كلها نجمعها مع بعض مع الجوانب الإيجابية أنت تذكرها ونطلع بمحصلة نهائية، لكن ما نذكر الجوانب الإيجابية فقط. يعني هو طول الفترة دي كان يعني الحمدوك هو الأكثر يعني حديثا إيجابيا عن المجلس العسكري، وهذا ما قصدته. والمجلس العسكري هو المتنكر لإنجازات وأعمال وهو العائق، هو قائد للدولة العميقة، وهو المكبل والعائق والمعطل لحركة دولاب الدولة. فالناس يجب أن يكونوا صريحين بهذه الطريقة، ويجب أن يجمعوا الحديث كله. يعني لا تبتر، ويعني لا يعني تذكر جانب واحد فقط. يعني لا بد ذكر كل الجوانب. صحيح. وأيضا اعتراض قوى إعلان الحرية والتغيير بأنه البرهان بدأ يمارس شيء من يلعب يعني أدوار في مسرح العلاقات الدولية وفي السياسة الخارجية، وهذا متناقض مع هل هذا يمكن أن يعيق؟ هل هذا الذي ذكرته يمكن أن يعيق الاستفادة الكاملة من مثل هذه القرارات الكبيرة؟ يعني بل يدمر، مش يعيق فقط، يدمر كل هذه الإنجازات. يعني لا بد الناس تكون جادة في هذا الأمر بصريح العبارة ولأقصى درجة، وإلا
سوف يتم مش إعاقة، تدمير كل هذا الإنجاز. وتدمير بالضرورة يعني نعم. أستاذ محمد عدم الاستفادة